نواح تل العفر والغرب الموصل. سعدون هو شاب من منطقة تل العفر، حول غرفته إلى مملكة. هو عازف ومغني، وبنفس الوقت يجمع الأشرطة والمقتنيات القديمة كلها. أي اللي يفوت على غرفته يهيم بما يحمله من تراث وفلكلور، هو يحافظ علينا. كونوا معنا وقصة سعدون. İçmişem karxlar tasından, giymişem aşk libesinde, serv ağacın kölgesinde, uyanıvçı avı geldi, dost dost dost. ألحان تراثية وأنغام أصيلة يصدح بها سعدون خلف الشاب التلعفري الذي انهمك منذ صغره بالفنون الموسيقية، واستقر قلبه على وقع أنغام التراث ليبدع في هذا المجال. فهو يعزف على آلة الصاز المعروفة في مدينة تل عفر، ويغني بكل أحاسيسه الأغاني الشعبية المعروفة في المدينة. Mənim hivayəm saz çalmaqdır, söyləməkdir. كنت مولعا من صغري بآلة الصاز الأساسية في غنائنا التركماني هنا في تل عفر، فقد كنت أسمع الكثير من الأغاني التراثية، وبدأت أتعلم العزف على هذه الآلة الجميلة حتى أتقنتها، متأثرا بفناني المدينة القدماء. والآن أغني تلك الأغاني القديمة حفاظا على هذا التراث الفني الجميل الذي يمثل هوية المدينة. بالإضافة إلى حبه وشغفه بالموسيقى التراثية، فهو يهوى جمع المقتنيات القديمة كالأجهزة الصوتية والكاسيتات القديمة والساعات وغيرها، لتكون غرفته قطعة من الماضي الذي يحمل بين الثنايا أجمل الذكريات. Özü işte kasetlərim var, eski kasetlər. منذ سنين وأنا أهوى جمع المقتنيات القديمة، وأكثر ما يعجبني فيها هي الكاسيتات القديمة والمسجلات، بالإضافة إلى الساعات الجدارية، وأحيانا أقوم بتصليحها أيضا. فهذه المقتنيات أعدها كنزا بالنسبة لي، وأنا مستمر ودون توقف في جمعها واقتنائها، فهي تمثل حقبا زمنية جميلة من الماضي. Neden duman oldu şu yüce dağlar, gazelini töktü bizim bu bağlar. Mihman Ahmet oturmuş bu dağlar, Mihman Ahmet oturmuş bu dağlar. Alı durmam güzelinden bir haber, deli durmam sevgilimden bir haber. أصالة الألحان وجمال الماضي يتجسدان على أوتار ومقتنيات سعدون ليجمع الجمال كله بين الزوايا والأركان. لرسالة أم الربيعين، نبيل داود.